ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. حابة اقول لكم ان اسوأ حاجة ممكن تعملها في حق نفسك هي ان انت تتعلق بحد لدرجة التعلق المؤذي. التعلق لدرجة ان لو الشخص ده ما بقاش موجود في حياتك انت توازن حياتك بيختل. حلو قوي ان احنا يبقى في حد في حياتنا بيحبنا وبنحبه ومتعلقين ببعض بنشارك حياتنا ببعض، بس لازم يبقى كل واحد فيكو ليه مساحة كده بعيدة عن التاني. مش مقصود ببعيدة ان انتوا في ما بينكوا حاجة كده ومش متصلين قوي ببعض، لا، مساحة شخصية ليكوا انتوا. على فكرة المساحة دي هتقرب علاقتكوا لبعض اكتر وهتخليكوا فاهمين شخصيات بعض اكتر. بس للأسف ساعات بيحصل ان في تعلق بيزيد قوي لدرجة ان انت تحس ان انت كل ثانية في يومك ما تقدرش تعيش من غير الشخص ده. كل ثانية في يومك مش عارف تتصرف او تعمل حاجة غير لما الشخص ده يكون موجود جنبك. ده بيوصل لمرحلة ان الشخص ده لو مؤذي وبيأذيك فعلا في حياتك، أذى نفسي جامد وبيدمر لك حياتك، انت هتفضل برضه متعلق بيه. ليه؟ لان انت متخيل ان هو لو ما بقاش موجود حياتك كلها هتضيع ومش هيبقى ليها معنى، وبمعنى اصح مش هتعرف تعيش حياتك، بالرغم ان ده مش صح تماما. انا عايزه اقولك بقى المفاجأة ان العلاقات اللي مؤذية بالشكل ده الطرف المؤذي هو اللي بيمشي مش اللي بيتأذي، لان هو بيكون خلاص اخد كل حاجة منك. هو مش شايف ان انت حد شاري نفسه، مش شايف ان انت حد فعلا مقدر نفسه، فانت بالنسبة له بقيت حاجة صغيرة قوي ملهاش اي معنى. قرب من الناس وحب وتحب وعاشر وثق في اللي قدامك وتعلقوا ببعض، بس قبل ما تعمل كل ده لازم يبقى ليك المساحة بتاعتك انت شخصيا، وعلى فكرة لازم تكون مديله هو كمان المساحة دي. لازم كمان قبل ما تاخد اي خطوة ناحية ان انت تعتبر ان الشخص ده قريب منك او الشخص ده اللي انت تأمنه على نفسك، لازم تبقى متأكد ده 100%. ما ينفعش يكون حد انت لسه عارفه او حد انت بس ايه حصل ما بينكوا كيمستري كده بسيطة تقول عليه ان هو شخص قريب مني جدا وهو ده اللي انا هكمل حياتي معاه او هو ده اللي انا هأمنه على حياتي واسراري. ما ينفعش تعمل حاجة زي كده، لان ببساطة انت اللي بترمي نفسك في النار، بمعنى اصح انت اللي بتقول ان الشخص ده هتأمنه على حياتك وهو ما بيكونش يستاهل حاجة زي كده. ودايما ما تعلقش قلبك بزيادة غير بربنا بس، لان لو وصلت لمرحلة التعلق المؤذي اللي انت عارف ان حياتك في وجود الشخص ده هو عمال بيأذيك اكتر واكتر، بس انت عمال تديله مبررات اكتر واكتر، في نهاية الرحلة دي انت اللي هتكون تعبان جامد جدا، وهتاخد وقت طويل قوي عشان تتعافى من حاجة زي دي. وخد بالك اوقات كتير سبب تمسكك بالتعلق المرضي ده بيكون خوفك من ان انت تتوحد او ان انت تبقى شخص وحيد. عايزة افكرك ان انت مش هتكون شخص وحيد وان انت مش هتتوحد، بس انت لو في علاقة بالشكل ده لازم تمشي وتاخد وقفة مع نفسك وتبعد تماما. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.